الإسكندرية تقدم زي النهاردة. تاريخ من الماضي بساعة اليوم، كان فيها أحداث تحتاج ألبوم نحكيها في وقت يعدي قليل، لكن فايدته لسنين حتدوم. زي النهاردة. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 17 يوليو. عام 1882 بعد ضرب الأسطول الإنجليزي للإسكندرية يوم 11 يوليو، الأميرال سيمور يعلن في أول منشور له داخل المحافظة أن الإنجليز مكلفون من جانب الخديوي بالمحافظة على النظام، وراغب باشا يرسل خطابا إلى الأميرال سيمور بنفس التاريخ زي النهاردة 17 يوليو عام 1882 يبلغه فيه مخالفة عرابي لأوامر الخديوي فيما يقوم به من وسائل الدفاع، وعزم الخديوي عزل عرابي عن منصبه، وذلك على الرغم من أن راغب باشا كان حتى ضرب الإسكندرية يؤيد العرابيين. زي النهاردة من عام 1882 أرسل الخديوي من سراي رأس التين برقية إلى عرابي بكفر الدوار يأمره فيها بالكف عن الاستعدادات الحربية، ويحمله تبعة ضرب الإسكندرية، ويدافع فيها عن حسن مقاصد الإنجليز، ويأمره بالحضور إلى سراي رأس التين ليتلقى تعليماته. ومن يومئذ ظهرت نية الخديوي توفيق، وفي مساء نفس اليوم عقدت جمعية عمومية بوزارة الداخلية بلغ عدد أعضائها 400 عضو من الأمراء وشيخ الإسلام وقاضي قضاة مصر ومفتي الديار المصرية وكبار العلماء والأعيان والتجار. عرضت عليهم الرسائل التي تم تبادلها بين الخديوي وعرابي، وتداولوا الموقف وأجمعوا على وجوب مداومة الاستعدادات الحربية. عام 1972 آخر يوم من أيام المهلة التي أعطاها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لمغادرة المستشارين السوفييت لمصر، فقد طلب السوفييت أن تلجأ مصر إلى الحل السلمي مع الكيان الصهيوني، ووعدهم الرئيس السادات بألا يقوم بأعمال عسكرية حتى نوفمبر من عام 72 على أساس أن يتم تشوين ما تريده مصر من أسلحة للمعركة. قدم لهم الرئيس السادات رسالة مكتوبة إلى بريجنيف حدد فيها كل احتياجات مصر من معدات، وأن الدفع سيكون بالعملة الصعبة، على أن تكون القيادة لمصر على الوحدات السوفيتية، ولكن لم يصل الرد. فقرر الرئيس السادات يوم 7 يوليو عام 72 إنهاء مهمة المستشارين السوفييت، وأبلغ القرار للسفير السوفيتي على أن يكون آخر موعد لرحيلهم زي النهاردة 17 يوليو عام 1972. استجاب الروس لإمداد مصر بما تريد، ووصلت بعض عناصر الإمداد قبل أن يعلن الرئيس السادات في 31 أكتوبر 72 إنهاء المعاهدة مع الروس والتسهيلات كورقة أخيرة في العلاقات الروسية. زي النهاردة إبراهيم عبد العزيز، أماني أبو السعود.